السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. ينعاد عليكم بألف خير يا رب. عيد أضحى مبارك عليكم جميعا يا رب. أوريكم بقى مشتريات العيد، هي حاجات بسيطة على قد الإيد. صحيح انتوا عارفين غلا بقى الدنيا وغلا الأسعار خلى الواحد بقى في حتة تانية صحيح. كنت عند ماما بقى في اليوم دوت كده، رحت السوق لأن السوق قريب من ماما، يعني أقرب لها هي مني أنا، فعديت عليها وجبت طلباتها كمان معايا. جبت شوية طلبات بسيطة. عايزة أقول لكم الطلبات اللي هتشوفوها النهاردة دي أنا جايباها على كذا يوم، يعني ما جبتش كله في يوم واحد. أنا لو هجيب كل ده في يوم واحد محتاجة طبعا يعني مصروف كده ما شاء الله جامد كده في إيديا، فحبيت طبعا أخفف على نفسي. كل ما يبقى معايا حاجة كده قرش يعني وكده بنزل أجيب بيه طلباتي. يوم يعني كل يوم أنزل أجيب حاجة وأحطها في التلاجة. يعني يقولوا كده يعني الموضوع دوّة الحاجات دي جات على 3 أيام كده. رُحت بقى جبت الملوخية كانت عاجباني أوي جبتها. كان ساعتها الملوخية الكيلو وربع ب10. جبت لماما وجبت ليّا أنا كمان. بنغسلها ونقطّفها كده ونحضّرها ونشيلها في التلاجة في حتّة قماشة نضيفة. يعني بنقطّفها ونحطها في قماشة نضيفة كده وبنحطها في التلاجة. وجبت كمان فلفل رومي وفلفل حامي ب20. جبت ربع وربع كفاية، يعني ربع ليّا وربع لماما، حامي على رومي. وجبت البصل كمان، البصل ب15 جنيه. كان حلو برضه. طبعًا الكلام ده كان يعتبر قبل العيد بحوالي 3 أيام كده. طبعًا كل ما يقرّب العيد كل ما الأسعار بتعلى. الجزر كان ب12 جنيه، جبت نُص كيلو بس، قُلت للسلطة لو احتاجته يعني. كان حلو يعني وطازة وصابح جبته. أنا اليوم اللي بانزل فيه وبالاقي فيه حاجة حلوة مناسبة إن أنا أشتريها أو على قد فلوسي باشتريها. وده كمان البتنجان، بُص عنقود أخضر وحلو إزاي. جبت كده نُص كيلو حلو للقلية، قُلت ما كانتش للعيد صراحة، يعني أنا جبته قُلت مع البطاطس. لو هنقليه مع بطاطس وحاجة كده للفطار بيبقى طعمه حلو. كان البتنجان ده برضه بيقول لي اللهم صل على النبي، كان بيقول لي ب10 تقريبًا. كان ب10 عشان جبت النُص كيلو ب5 جنيه. وجبت كمان بامية. افتحي يا صباح. جبت بامية. كان بيقول لي ب35 تعبية. قُلت له: "لأ هانقّيها، أنا ما باحبش البامية الكبيرة." كان فيها بامية كبيرة أوي اللي هي بتاعة الويكة ديّة. قال لي ب40 جنيه. بس الصراحة ما انكرش إن أنا زعلت إن أنا بعدها جبتها ب40 جنيه منه، لإنها كانت في السوق جميلة ب35، لإن أنا جايبة البامية دي من راجل واقف كده بعيد عن السوق بعربية لوحده يعني، عليها شوية خضار. طبعًا عجبتني إنها كان عنقودها أحمر، اللي هي الفلاحي المحمرة ديّة. فجبته وما صبرتش إن أنا أخش السوق ألِف وأسأل. جبت بقى في اليوم دوّة جبت الملوخية وجبت البامية وجبت الجزر وجبت فلفل رومي، باذنجان أسود. هنا بقى غسلت البامية بتاعتي وبتاعة ماما. قُلت أول بأول كده الحاجة اللي تيجي أنضّفها وأغسلها وأحطها في كيس على طول في مكانها، عشان ما أضغطش على نفسي في العيد، تبقى الحاجة جاهزة. غسلتها وحطيتها في الشمس كده في البلكونة عند ماما تنشف، وبعد كده هنقعد نقمّعها. أحطها في كيس وبعد كده أدخّلها الفريزر. وادي الملوخية كمان قعدت قطّفتها كلّها. أنا هاقول لكم بقى أنا باعمل إيه في الملوخية دي بقى، وبتقعد معايا أكتر يعني مش هنقول أكتر من 10 أيام. 10 أيام بالضبط في التلاجة من تحت، بتفضل خضرا وزي الفل ما فيهاش الهوا. والله العظيم بتفضل خضرا وجميلة جدًا. أنا بامسكها أقطّفها كده الأول، وبعد كده أقوم غاسلاها غسلة حلوة أوي تحت المَيّة مرتين 3، تنزّل الطينة بتاعتها، وأقوم مطلّعاها في المصفى. باجيب بقى كيس مخدة. كيس مخدة من بتاع السرير، ما تستغربوش استنوا بس. باجيب كيس مخدة بتاع السرير وأقلبه، عشان أقلبه يعني عايزة الوش بتاعه هو اللي يبقى جوّه، وأقوم معبية فيه الملوخية. علشان أنتِ لو أنا عبيت في الملوخية من جوّه بيبقى طبعًا الخياطة الوبرة بتاعة كيس المخدة من جوّه مش هينفع. فأنا باقلب كيس المخدة وأقوم حاطة فيه الملوخية على الناحية الحلوة اللي هي واجهتها للسرير يعني.
واقوم بعد كده باقوم رابطه الكيس وحاطاه في الغساله. في الغسالة مش مجنونة، والله باحطه في الغسالة، في العصارة اللي هي في الغسالة اللي هي مروحين دي عند ماما، ورُحت عاملة لها دورة عصر خلّيتها بس من غير شطف طبعًا ما احطش مَيّة، تقوم الغسالة عصراها عصرة حلوة، تلاقيها ناشفة وزي الفل، واسيبها في كيسها بقى كده ملفوفة، واحطها في جوّه كيس بلاستيك وادخّلها التلاجة، واحطها في درج التلاجة من تحت، والله بتقعد عليها 10 أيام بتبقى زي الفل، ما فيهاش أي حاجة وبتفضل خضرا ومصحصحة وحلوة. ده بقى كان يوم تاني نزلت فيه جِبت بقى إيه، حاجة المحشي ليوم الوقفة، إحنا بنحب ناكل محشي يوم الوقفة يعني، فراخ وكده، ما بنعملش لحمة معاه. جِبت كوسة وجِبت بتنجان، الكوسة كانت ب12 جنيه والبتنجان كان ب10، ما جِبتش كتير، يعني نُص كيلو وكيلو إلا ربع من الكوسة، وجِبت ليمون، الليمون كان ب30 جنيه، جِبت ربع كيلو، الخيار ب15 جنيه، جِبت نُص كيلو للسلطة، لإن إحنا طبعًا أنا ما باستعملش سلطة كتير صراحة في العيد. والقوطة الجميلة دي 3 كيلو ب10، الحاجة الوحيدة اللي كانت رخيصة وحلوة. الورق العنب كان ب40 جنيه، جِبت برضه ربع كيلو، جِبت الخضرة بتاعة المحشي بالمرّة، حلو، وجِبت حزمة جرجير. جِبت إيه تاني؟ ورق العنب أهو بُص بناتي وحلو كده ومخضر وحلو طري، مع إن كان عندي في التلاجة والله، بس برضه إيه، باحب الحاجة اللي تكون فريش. جِبت ربع كيلو كان ب10 جنيه. هو أعمل بس بتنجان وكوسة وفلفل وورق عنب يوم الوقفة. بُصّوا بقى اللحمة دي برضه أنا جِبتها على مرّتين، اللحمة اللي هي الناحيادي ديّة اللي أنا مسكتها ديّة أهيّة، مع ربع مفروم جِبتها في مرّة، ماشي، دي كانت ب240. آه، ب240 جِبت كيلو منها وربع مفروم، ودي لسه جايباها بقى النهارده مع الخضار، برضه ب240. اللحمة اللي هي الوسط مش كبيرة أوي يعني، في كانت ب280 بس أنا جِبت اللي على قد إمكانياتي بصراحة. جِبت برضه معاها ربع مفروم للرقاق. وجِبت كمان الفرخة دي، برضه دي كان في يوم تاني، أنا عايزة أقول لكم الفيديو ده كلّه مجمّع كده، كل حاجة على كذا يوم. جِبت الفرخة ديّة برضه كان الكيلو ب75 جنيه، جِبتها حلوة 2 كيلو أهيّة للمحشي، اللي هي تقضّينا إيه، يوم الوقفة وأول يوم العيد، عشان أول يوم العيد الواحد يرتاح كده من الطبخ، هاقف في المطبخ كمان المفروض ناخد إجازة، يعني الناس كلّها تاخد إجازة إلا إحنا، واقفين في المطبخ على طول. وجِبت بقى شنطة رقاق، وجِبت العيش المحمّص للفتة، وجِبت العيش الطري للملوخية، والحمد لله على كده جبرت. مشتريات العيد كانت يا دوبك بسيطة وعلى قد الإيد وعلى قد إمكانياتي، مش ضروري الواحد يجيب كل حاجة كل اللي نِفْسه فيه، كل واحد يمشي على قدّه وعلى قد إمكانياته، وباجي بقى يوم الوقفة بانزل أجيب لهم شوية الفاكهة وشوية التسالي، والحمد لله. وكل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بألف خير يا رب. ويجعلها أيام سعيدة عليكم، ربنا ما يقطع لكم عادا يا رب في بيوتكم، كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعًا يا رب، ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك لو الفيديو عجبكم، وتصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.